الأهلي يتعادل مع شبيبة القبائل بدون أهداف ويصعد رسميا لدور الثمانية في مباراة سيئة جدا، لا في أداء ولا في تكتيك ولا في فنيات ولا في أي حاجة خالص. مبدئيا كده وقبل كل شيء، يستروب طلع بعد مباراة البنك الأهلي وقال محمود حسن تريزيجيه مجهد واضطريت ألعبه النهاردة لأن أنا كنت محتاج الثلاث نقط. طب احنا النهارده كنا ممكن نستغنى عنه. لما انت شايف ان اللعيب بتاعك مجهد كنت ريحه. طب مباراة البنك الاهلي بدأت بزيزو وزيزو اتصاب وهيقعد لمدة شهر مصاب، النهارده برضو تريزيجيه اتصاب وربنا يستر من الإصابة، مش عارفين ممكن يقعد قد ايه. طب ما احنا كنا ممكن نبدأ ببن شرقي شمال وطاهر او حسين الشحات يمين وهتبقى على عدلتهم، حتى بن شرقي ناحية الشمال وينج الشمال بيلعب احسن. لا احنا نبتدي بتريزيجيه عشان يتصاب. طب احنا النهارده نص الملعب كان متاخد مننا. محمد علي بن رمضان ما شاء الله عليه اسوأ واحد في الملعب، اداؤه مش موجود. يعني حتى الكرة اللي اتردت له جوه خط ال 18 اللي كانت سهله اللي كنا ممكن نكسب بيها ضيعها. احنا مش مستنيين منه ان هو يجيبها، اذا كان في بنك قدام البنك الاهلي كانت اسهل من كده وضيعها، فمش هتيجي على دي ونجيبها يعني. بس احنا النهارده كنا ممكن نلعب ب 4-5-1، كنا قفلنا نص الملعب خالص. انت اصلا رايح عشان تتعادل. يستروب النهارده كان باين ان هو بيلعب على التعادل، مفيش تحولات هجوميه، موقف اللعيبه بيحاول يحتفظ بالكوره. طب انا لو احتفظ بالكوره ما هو يلعب ب 4-4-2 يلعب ب 4-5-1، انما ليه افتح الملعب والعب بثلاثه بس في نص الملعب؟ بصراحه مش فاهم يعني. الباكين بتوعنا ما شاء الله عليهم، لا محمد هاني نافع ولا احمد نبيل كوكا شافع. احنا بقينا ننزل المباراة ناقصين اتنين، يعني قبل ما نبدأ كده احنا بنلعب 9 ما بنلعبش 11. مش عارف يعني هل يوسف بالعمر ده عامل ليستروب حاجة؟ يعني انت مش مقتنع بيه لدرجة ان انت بعد الدقيقة 60 رايح تنزل كريم فؤاد وتلعبه ناحية الشمال، اللي هو الراجل لسه راجع من اصابة، اللي لسه اصلا ما دخلش خالص وما لعبش ولا دقيقة، نروح نلعبه باك شمال؟ طب يا راجل كنت لعبه في نص الملعب يعني حتى كانت تبقى مبلوعة، او كنت خرجت محمد هاني ولعبته. طب احنا عايزين نشوف يوسف بالعمر، احنا عايزين نحكم عليه، عايزين نقول حلو ووحش. الاداره جابت لعيب مش كويس، انا بصراحه مش قادر افهم. لغايه دلوقتي احنا ما شفناهوش، الراجل ما لبسش الفانيلا حتى. هنشوفه امتى بعد الموسم ما يخلص؟ بصراحه مش فاهم. اداء الاهلي سيء جدا، ما بقاش عندنا حتى بدايات كره القدم. احنا النهارده الكره بنخطفها باصه في التانية بنرجعها لشبيبه القبائل، اللي هو احنا مش محتاجين الكوره، خدوها انتوا يمكن ربنا يكرمكم وتجيبوا جون. ما هم اصلا ما جابوش ولا جون في كل المباريات غير جون واحد فينا وكان اون جول. بصراحة أداء الأهلي سيء جدا، وربنا يستر من اللي جاي معانا بعد 3 أيام بالكتير مباراة الإسماعيلي في الدوري، وهنشوف بقى مين اللي هيقف، الشناوي ولا شوبير.